كتعرف شكون اللي كيزيد الوجع وجع؟ هو انك كتبكي وما كتلقى حتى شي واحد يقول لك انا معك بحالي بحالك. هو انك كتحاول تفهم راسك ولكن راسك ساكت والقلب كيصيح في صمت. كاينين لحظات في الحياة كتحس فيها براسك غريب حتى على راسك، مبقى فيك طاقة تشرح ولا تفكر. كتقول صافي ما بقى ما يتقال، كتدفن كل شي في نفس عميق وسكات طويل ودمعة نزلت وما قالت حتى كلمة. انا ماشي باغي نقول لك دوز ولا نقول لك قوي راسك ولا نقول لك غدا زوين، حيت ماشي داكشي اللي محتاج تسمعو. انا غير باغي نقول لك انا حاس بك وباقيين بحالك في كل حي وفي كل دار وفي كل قلب وماشي بوحدك. مرات البكا ماشي غير لحظة، البكا على تراكم ديال اللي ما قلناش واللي بغينا نسمعوه وما سمعناش واللي تمنينا يصير وما صارش. واش فكرتي بلا ما تحاول تفهم بكاك؟ جرب فقط تقبلو وقول راسك باين كاين شي وجع وباين خصو يخرج. راه ماشي كلشي خصو يتحل، كاينين المشاعر مجرد تعترف بوجودها كترتاح. واخا تكون وسط الناس ووسط الضحك ووسط الحياة كتجي لحظة وكطيح فيها كلشي، كتحس براسك ماشي هنا وماشي في هاد اللحظة وماشي حتى في هاد الجسد. عارف داك الاحساس، احساس ديال واحد باقي عايش ولكن ما عارفش كيفاش. وسط هاد الضباب كتجي دمعة تقول كل شي بدون شرح وبدون صوت. جيت نقول لك خلي البكا يكون حاضر وخلي قلبك ياخد حقه، وإلا بكيتي بكي براحتك، ماشي حيت ضعيف ولكن حيت عندك قلب باقي كيحس وباقي حي. كنت معاكم من صوت ماشي صوت غريب عليكم، من قلب بحال قلبكم وروح طالك. فهاد الحلقة ما بغيتش نقول لك كيفاش تكون، ولكن بغيت نقول لك حتى انا معاك واخا في دمعتك. السلام عليكم، نتلاقاو في الحلقة الجاية. يلا.